السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أصدرت غرفة المشورة بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء قرارا مثيرا يوم أمس الخميس، حيث أيدت قرار قاضي التحقيق بإسقاط تهمة خرق الأحكام المتعلقة بحركة وحيازة المخدرات داخل دائرة الجمارك عن رئيس نادي الوداد الرياضي السابق سعيد الناصيري في إطار ملف إسكوبار الصحراء. ويأتي هذا القرار كرد فعل على تقديم إدارة الجمارك تعرضا على قرار قاضي التحقيق الذي أسقط هذه التهمة التي يعتبر خرقها جناحا طبقا للفصل 279 المكرر مرتين في مدونة الجمارك. يشار إلى أن قاضي التحقيق قد وجه تهما للنصيري ورئيس جهة الشرق عبد النبي بعيوي بتهم التزوير والنصب والاحتيال والمشاركة في تنظيم عمليات المخدرات وتسهيل دخول وخروج الأشخاص من التراب المغربي. وتعود تفاصيل التهم الموجهة للنصيري إلى تهم التزوير في محرر رسمي والمشاركة في تنظيم عملية المخدرات والتلاعب بالنفوذ والإفساد. يذكر أن النصيري تمت متابعته بتهم محاولة تصدير المخدرات والتزوير واستخدام المحررات المزورة، بالإضافة إلى تهم أخرى تتعلق بالنصب والاحتيال والتلاعب بالعمولات. شكرا لكم على حسن المتابعة والإصغاء، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.